الله يمسيكم بالخير ويسعد اوقاتكم. اليوم بدنا نكمل سوالفنا بالحلقه 15 من رحلتي عبر الزمن. فقالوا ما احنا ما عندنا تفويض بالبت بالامر، راح نروح ونخبر الشيخ حمود الثامر بكل شيء قلته. فراح عمل ديرتهم وخبر بشيخهم بكل شيء، قالوا الامير دريعي. فقام عاد الشيخ حمود دز ابن اخوه شاب متكلم اسمه صقر، ودز معه 10 خياله. وصل صقر وجماعته العربنا واستقبلناه باحسن استقبال، فدعا عاد دريعي واللي يلوذ به وجماعته القبيله عمه الشيخ حمود الثامر. ركبنا دريعي وولده وكبار العرب وركبنا معاهم، وركب معانا 300 خيال. توجهنا لقبيله الشيخ حمود الثامر، وقبل ما نوصل بنص ساعه استقبلنا عاد الشيخ حمود وجماعته ودخلنا مع بعض مضاربهم. نزلنا عنا الخيل وسووا معانا كل معروف وكرام، ذبحهم 30 راس غنم و5 جبال. بلشوا يعدون المآكل، والشيخ دريعي والشيخ حمود السولفة من برود الصك، وقام الشيخ حمود حط ختمه على صك الوفاق، وصار فرح وسرور. صار وقت الغداء ومدى مسفر بسهلة قدام البيوت، وجابوا مناسف ومناسفهم نحاس، وكل منسف ياسع بقلبه 4 زلم من كبره، وبده 6 زلم تشيلونه، والرز عليه على ذراع وفوقه ذبيحة كاملة، والشخص اللي قاعد مقابلك ما تشوفه من على الرز واللحم. فهذول عندهم الرز كثير يستوردونه من مرعش وملاطية، وخبزهم من الحنطة الممتازة زاد يستوردونه من بلاد الرها. وبعد ما تغدينا وقرب المساء بلش حلالهم يرد على الديرة، جاي من المراعي جمال ونوق وغنم وجواميس شيء لا يوصف، وهم جماعة من كثر حلالهم يطلع عندهم سمن كثير وصوف وجمال، وبيعونها لبلاد الرها بمبالغ عظيمة. وعرب الشيخ حمود الثامر عرب كبيرة وبزوقين، نسوانهم حلوات وجخيخات، ولباسنا خير من لباس نسوان باقي العربان، بدينهن نساور فضة وحبال مرجان وكرهم، وبذالهن حلق بعضهن فضة وبعضهن ذهب، وحاطات خزام ولابسات قنابيز من القطن والحرير، وزلهم زاد لباسهم خير من لباس باقي العربان. احنا عاد المغرب ركبنا من عندهم ورجعنا لعربنا، وثاني يوم رحنا ونزلنا جنب الخابور حوالي المعبر، بس قد ما كان النهر عظيم العبر عن طريق فلوكات، ما حد يقدر يعبر خوض، ما بي مخاضه. وبي ناس هناك شغلتهم هالشغله، عندهم فلوكات ويعبرون الناس بكروتهم. بعد وصولنا بيوم جانا واحد بدوي هجان جاي خاص ناس على الامير دريعي. هذا البدوي من قبيله الخرصه، وجاي بكتاب من الامير علي بن عواد، والامير علي صديقه مدل دريعي. فاخذ الامير دريعي الكتاب، وكان بانه بيطروش جاي من الدرعيه، واسمع منهم الامير علي بن عواد انه ابن سعود زعلان منك ومن عمايلك، ويعرف انه هذا الصك وبنوده كلها ضده، وانت متفق مع العثماني مشان تقدر على الوهابي. فابن سعود عزم انه يكون ضدك ويمحي ذكرك، وبعث الكاخيت ومعتمد وعبد الله الهذال انه يجمع العربان ويكونون تحت طاعته لاجل خرابك، وخراب من ختم معك بالصك. فقال دريعي اكتب يا عبد الله جواب للامير علي بن عواد بمعرفتك. فكتبت عاد من دريعي بن شعلان الى الامير علي بن عواد، وصلنا كتابكم وفهم مقصودكم. وبالنسبه لابن سعود ما احنا حاسبين حسابه، خليه يسوي اكبر ما عنده، بس الله اكبر على من طغى وتجبر، وان شاء الله يشوف شيء ما شافه بحياته، شوف شو يصير به من سطوه مولانا السلطان نصره الملك الرحمن. واعطيت الكتاب للمرسال وقلنا له كم يوم بدك تتصل؟ قال 6 ايام، لانه هجيني خمساويه يعني تقطع بيوم واحد ما يقطعوا غيره من هجن 5 ايام، واركب وراح. فقال ادري يا عبد الله انت ليش هددت الوهابي العثماني؟ قلت له هو يفكر احنا والعثماني حلف، فقلت اكد له هالكلام هذا مشان يخافوا من الكثره، واذا زاد جانا كتاب تهديد من العثماني زاد نفهموا انه احنا والوهابي حلف ونهمهم مع بعض. المهم ثاني يوم عبرنا النهر بالفلوكات ونزلنا بالطرف الثاني، وكانت حوالينا قبيله ينقالها الشرارات، واميرها اسمه عابد بن صريح، وهي القبيله تحويلها على 2300 بيت. وبعد جهد كبير ومراسلات واقتتال بين عربنا وعرب الشرارات، وغزو بين الطرفين وخصوبه، تمت عاد المصالحه مع الامير عابد بن صبيح وختم على الصك. بعدين قمنا رحلنا مشرج، واحنا بالطريق بربينا واحد بدو راكبين له ذلول ابلح، سلم على دريعي وعلى الجماعه اللي معاه، وكان سلام حار، وصاروا بيسالون عن احواله ويتسولفون معاه بكل ود ومحبه. بعدين سالت عن قصته، قالوا لي هذا الرجال اسمه علوان، مره من المرات كان يدور بالبريه يدور صيد، مر بارض بها اثر معركه صايره هين من وقت قريب، ناس مجتله ورماح مكسره وسيوف ملقحه، فصار يدور بين القتلى ولقى شاب يئن لسه بيروح، فمباشره شاله وحطه على ذلوله وخذاه على بيته، وصار يعالجه ويطببه ويداويه.
وظل يخدموا ويعللوا لمدة 3 شهور حتى شفيت كل جروحه وصار أحسن من أولي. فقال عاد علوان للطعين اللي عنده وكان اسمه فارس: يا فارس أنت الحمد لله الله شافاك وطابت جروحك، وإذا خاطرك تروح لأهلك مشان أوديك لعربك، وإذا خاطرك تظل عندي ترى أنا أخوك وحرمتي هاي أختك والبيت بيتك وأنت صاحب البيت وأنا ضيف عندك. فقال عاد فارس: إي بالله أنت أخوي وفضلك علي كبير ما أنسى لما مات، ولو مو أنت كان هسه عظامي هريان وصايرة بكاحل والحمي ما كلات وحوش البرية، وين ألقى خير منك؟ أنا تحت جناحك وبخدمتك طول ما أنا عايش. علوان شرح صدره من هذا الكلام وزادت قيمة فارس عنده وسلموا البيت وتدابيره. فارس هذا ما ظل عند علوان إلا مشان مرت علوان وكان اسمها حفظة، وهو عاشقها وهي عاشقته، وعلوان على نيته ما عنده أدنى شك بأخلاق فارس وما عنده شك بمرته. حتى بان الصحيح عنده، بان الصحيح يوم العرب رادت ترحل، علوان قال فارس أنا طالع على الصيد وباشر العرب ترحل، أرحل يا أخوي مع العرب وأنا أعرف مكان نزل جديد المسكون عندكم إن شاء الله. ففارس كان على اتفاق مع حفظة زوجة علوان مشان ينهزمون على عربه، وشافوا منه هذا اليوم أنسب يوم. فقام عاد أرسل الطرش مع طروش والبيت وحوايج البيت دزن مع ضعون، ودز أم علوان مع ولد علوان وهم بنت وولد، دزهم مع العرب. وفارس وزوجة علوان أخرهم حالهم تال الناس، وهو ركب فرس ويركبت فرس وشرقهم العرب فارس. العجوز أم علوان دحجت وراها ما شافتهم، ظنت انه مع العرب اللي ماشيين قدامها، وكمل مع العرب رحيلهم تا وصلوا نزلوا جديد. نزلت العجوز هي ولد علوان وهي ناطره للمسا وحجه، والبيت لسه مو مبني وما تقدر تبنيه، ولد علوان صغار. غابت الشمس وهجم الليل وجاء علوان، جاء من الصيد وشاف امه قاعده والولد يبكون والبيت مربي على الارض ولسه ما هو مبني. قال عجل اخوي فارس وينه؟ وحفظه وينها؟ قالت له والله من اول ما مشينا ما شفتهم، علم الله انهم ركبوا من الخيل وانهزموا. قال علوان ان الصوج والله مو على حدا، الصوج علي يعني انا استحق اكثر من هيك. صدق من قال بعجل قلبه وقتل السقاي، وخير لا تسوي شر ما تشوف، بسيطه وخفيفه ان شاء الله. نام ليلته هذه، وثاني يوم نصب وركب ذلوله وخذ زواجته ومشى يطلب على فارس. بعد يومين عند غياب الشمس وصلهم، نزل بخربوش عند عاجوز عايشه وحده ما عدا حدا. فقالت لاني مرة فقيرة وما عندي شيء أقوم بواجبك، روح انزل بيت الأمير. فقال علوان أنا زادي معاي وإن شاء الله ما حوجر شيء. فقالت له حياك الله، بس اليوم بيعرس بالديرة وكل الناس حضرته. فقالها عرس من؟ قالت له والله عرس فارس، وعرسه هذا بعرسي لأنه كنا نفكره ميت، ومن سنة هلو سووا له عزا والناس عزتهم، والبارح الصبح وصل للديرة بعد غياب سنة ورجع لأهله سالم غانم وجايب معاه عروس ما بيزينه بين العربان، واليوم دخلتهم. فصبر علوان لين دخل الليل، فقام من عند العجوز وراح البيت العرس. اختلط بين الناس لبين ما فضم القوم وطفت نيرانهم ونامت عيونهم. فهو بكل خفة وحرص جاء على البيت المختلين به العرسان ودخل من جوا رواق البيت، أو جاهم على فراشهم لقاهم نايمين. سحب سيفه وجتل فارس وجره وابعده عن فراشه، وصحى حفظه من نومها. قال قوم يعني علوان. فقعدت من النوم مرتعشه وقالت له يا مجنون شو تسوي هين؟ هسه يقعدون فارس واخوته والله لا يذبحونك. فقال يا شينا بيش قصرت معك؟ وشنو بدر مني ردة تعيفين وتركين بيتك؟ اذكر الله وفكر بولديك راح يقتلوا بالحزن عليك. فقومي تروح على بيتنا عند هنا، اخذ الشيطان يا مرة وقومي معاي. فقالت له لا ما اروح معك، واذا انت ما رحت هسه صحي فارس وخليه يجي يذبحك. قالها طيب ما تروحين معي اعطيني فرصي وخليني اروح. فقامت عاد فكت الفرس من حدادها وهو ركب ظهر الفرس وقال حفظه يا بنت الحرام، نسيتي رجليك نسيتي ولديك، اقل شيء يعطيني حبه من مشتاق ودعك. فمدت وجهها واعطته اثمه مشان يحبها، فعض على براطمها بحيث ما تقدر تفك اثمها، وشقلها بيده انا بحضنه على ظهر الفرس وطار بيها مثل الباشك الباس كله عصفور. بلحظه انه صاير برات النزل. اهل النزل ما دري يوم الصبح بعد روحت علوان بساعتين لقى ابنهم فارس مذبوح والفرس والعروس متاخذات. فرموا الصوت وركبوا الخيل ابو فارس واخو فارس وواحد من قرايبهم، وصار الطلب بشتف علوان، وظل الطرد بالطرد لبين ما شافهم علوان ولحقوه. علوان لما شافهم لاحقينه حط حفظه على الارض وارتد عليهم، وشدت الحرب بيناتهم، وحفظه كانت من طرف اهل فارس تعينهم على رجله وتحذفه بالحجر. وعلوان مرجل وحرب قتل اخو فارس وقتل قرايبهم،
وظل ابو فارس لحاله، فعلوان رماه بالقاع وخذ منه سلاحه وقال له انت كبير بالعمر عيب علي ان اذبحك، اركب وروح على عيالك، ودشره. وركب علوان على فرسه وركب حافظه على فرس اخو فارس، لان هاي هي نفس الفرس اللي انهزمت بيها مع فارس. ومشى على عربه وما حكى مع حفظه ولا كلمه تا وصل عربه. وصل بيته ودز على ابوها واخوتها وقرايبها، فقال لهم القصه من دون زياده ولا نقصان. وقال يا حفظه احكي، خاف اني زودت بالحكي. فحفظه حكت نفس حكي علوان، فقال علوان يا جماعه هذه بنتكم وهذا فعلها وهي عندكم، وانتم اهلها، والشور شوركم والبنت بنتكم والعار عاركم. فمباشره عاد قام اخوها الكبير وذبحها بنص المجلس. فهذه قصه علوان.